صباح الفل. حوادث ما تحصلش غير في مصر بأمانة. طفل الكرتونة، واحد فاتح محل في رمسيس لقى طفل جوه كرتونة، فطبعا سلمه لدار رعاية وما إلى ذلك. طفلة المنور، طفل عنده 17 سنة خاطب بنت طفل عندها 15 سنة، حدثت ما بينهم تجاوزات، البنت حملت. أهل البنت لما عرفوا طردوها، خدوها أهل الولد لغاية ما تولد، وبعدين كل واحد يروح لحاله. قاصر، الاتنين قاصر. فقالوا لك احنا نلف البنت في كذا بطانيه عشان تتخنق اوتوماتيكلي، يعني عشان تخلص مع نفسها، احنا مش هنقدر نخنقها عشان احنا قلبنا فيه رحمه، فاحنا هنحطها جوه كذا بطانيه لغايه ما نفسها يتكتم. يشاء القدر وهما بيرموها في المنور من الدور الثالث، البطاطين تتعلق في سيخ، فالبنت تنزل بكل انسيابيه، رضيعه لسه بتوقوق يعني. سمعوها مجموعة من الشباب، جابوها ودوها المستشفى. الدكتور اللي كشف على حالتها قال لك حالتها كويسة وحالتها مستقرة، وانا هسميها نجاة عشان ربنا نجاها. يا حاجة يا اللي ابنك غلط مع صاحبته، معرفتيش تربي ليه؟ معرفتيش تربي ليه؟ يا اللي 15 سنة أقمتي علاقة مع طفل عنده 17 سنة، قولي للحاجة الوالدة معرفتيش تربي ليه؟ مش دي قضيتنا، احنا بنغلط وأحيانا بنشيل الخطأ لأطفال ليس لها ذنب. أطفال رضع جايين يشوفوا لسه نور ربنا وجايين يشوفوا حياة جديدة. ايه ده؟ ما بتحصلش غير في مصر صدقوني، هنا الموضوع بيبقى أبسط شوية. مش قادرة أصدق، حاجات صعبة أوي، حاجات شديدة ومؤلمة نفسيا، يعني اللي يفكر فيها نفسيا مؤلمة نفسيا. أطفال ملهاش ذنب. صباح الخير.